الصف السادس أحلى من الموز والتفاح، وهيجيبوا شوية للمستر الفلاح. الصف السادس أحلى من الموز والتفاح، وهيجيبوا شوية للمستر الفلاح. حبايب قلبي، كتاكيت قلبي، أبطال المستر الفلاح، الصف السادس التفاح. حبايب قلبي، أبطال الصف السادس الابتدائي، وحشتوا المستر الفلاح. I miss you. I miss you. وحشتوني. طبعا قضينا مع بعض الترم الأولاني وعدى على خير الحمد لله، وكان معانا مشتركين شطار جدا جدا جدا. طبعا الترم التاني برحب بيهم وبرحب بكل الطلاب الجدد اللي اشتركوا معانا. Welcome. Welcome. W-E-L-C-O-M-E. Welcome. W-E-L-C-O-M-E. Welcome. مرحب بكم. طيب، النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ مع بعض رحلتنا الترم الثاني بالدرس الأول في الوحدة الأولى. ولكن قبل ما أبدأ الوحدة عايزين نتفق اتفاق. قبل ما نيجي نشرح الدرس، المستر الفلاح بيكتب أهم الكلمات اللي هتيجي في الامتحان وأهم الجمل اللي مذكورة في الدرس، وهتلاقيها في الواجب بالظبط. أي كتاب خارجي أنت اشتريته أو أي ملزمة هتلاقي فيها الأسئلة دي، لأن المستر الفلاح الحمد لله مجمع لنا كل الجمل وكل الكلمات اللي في كل الكتب الخارجية عشان تشتغل من أي كتاب أنت اشتريته. تاني حاجة، هنشرح بطريقتين. أول طريقة طريقة البورد، السبورة. زي ما انت شايف بجمع لك أهم الجمل وأهم الكلمات الأول المذكورة في الدرس. بعد كده بنسافر مع بعض. ايه ده؟ المستر الفلاح. واو. بعد كده بنسافر مع بعض جوه الدرس الكلمات وأهم الجمل. يبقى مش هنبدأ مع بعض الأول في الكتب الخارجية، لا، احنا هندرس مع بعض أهم الكلمات على البورد، على السبورة، وبعد كده نخش مع بعض في الكتاب. يلا بينا، يلا بينا. Let's go. هيا نذهب. Let's enjoy. هيا نستمتع. عنوان وحدة الأولى بيقول لي amazing artifacts. amazing artifacts. قطع أثرية مذهلة. عنوان الوحدة الأولى قطع أثرية فرعونية واو مذهلة. amazing. amazing. خدت في سنة 5 وخدت الترم الأولاني كلمة amazing. amazing. أما الآثار الفرعونية اسمها artifacts. artifacts. أي تمثال منحوت وأي قطعة فرعونية أثرية اسمها artifacts. artifacts. طيب، أهم أسئلة هيسألها لك في السؤال أو في الدرس الأول هيقول لك إحنا القدماء المصريين ancient Egyptian الفراعنة ancient Egyptians الفراعنة كانوا بيستخدموا إيه في صناعة التماثيل؟ طبعا الإجابة كانوا بيستخدموا material، أدوات خام كتير. materials زي granite الجرانيت، gold الذهب، clay الطين الصلصال، glass والزجاج. طب يا مستر، amazing artifacts القطع الأثرية دي، واحد يسأل سؤال، ازاي الفراعنة بقالهم 7000 سنة ولسه الحاجات دي عايشة في المتاحف حتى هذه اللحظة؟ اولا الإجابة في نقطتين. اول نقطة، الحاجات دي عاشت واستمرت لحد دلوقتي بسبب ان الفراعنة كانوا اذكياء، smart.
smart أذكياء جدا. كانوا بيستخدموا materials أدوات خام، مواد خام. materials مواد خام صلبة وقوية تستحمل، زي الجرانيت اللي صانعين منه الأهرامات. جرانيت الأهرامات بالإنجليزي اسمه جرانيت. وزي الذهب جولد. الذهب مادة خام بتستحمل. أما السبب الأقوى بقى إن الطقس والمناخ في جمهورية مصر العربية زمان ودلوقتي هو طقس ما فيهوش أمطار كتير ولا برد ولا سقعة كتير. الطقس المصري والمناخ المصري طقس جاف وحار. واحد سألني يا مستر، هو الشمس والحرارة والطقس الجاف دوت بيحافظ على الحاجة؟ طبعا. التماثيل دي فضلت لحد دلوقتي بسبب the dry hot climate أو the hot dry climate، المناخ أو الطقس الحار الجاف. تخيل كده لو انت عملت تمثال وكل شوية المطرة تمطر عليه. المطرة وعوامل التعرية اللي انت درستها في العلوم او الساينس، كل دوت بيدمر القطعة الأثرية. damage يدمر. خدت في سنة 5 السنة اللي فاتت كلمة damage يدمر، وخدناها مع بعض في السياحة البيئية ecotourism السياحة البيئية. doesn't damage the environment، لا تدمر البيئة. إذن الحمد لله إن الطقس المصري hot and dry. يلا بينا نبدأ أهم الكلمات والأفكار والجمل اللي في الدرس. Let's go. لو حد سألك إيه عنوان الوحدة؟ amazing artifacts. وقلنا إن كلمة artifacts عبارة معناها القطع الأثرية. artifacts. طيب بعد عنوان الوحدة خلي بالك إن كلمة artifacts أول أهم كلمة هتجيلك في الواجب وفي الاختبار بتاع الوحدة الأولى. artifacts. طيب تاني أهم كلمة materials، المواد الخام. materials الكلمة التانية المهمة، مواد خام. materials. كلمة materials بتبدأ بكلمة مات. material. المواد الخام دي اللي الفراعنة استخدموها. مستر فكرنا يعني ايه فراعنة السنة اللي فاتت، الترم اللي فات ancient Egyptian الفراعنة. material المواد الخام اللي استخدموها بالعربي اسمه جرانيت، أما بالإنجليزي granite. gold الذهب، clay الطين، glass الزجاج. طيب ايه اهم الكلمات اللي هتجيلي في الامتحان؟ اولا الجرانيت استخدم في بناء الاهرامات the pyramids. ايه ميزة الجرانيت؟ hard انشف من الارض. hard انشف من الارض. durable يبقى كلمة hard بتساوي durable، متين وصلب. طيب جولد الذهب برضو durable متين. valuable سعره غالي وقيم وثمين. granite hard أنشف من الأرض. hard ناشف زي الأرض. durable valuable أي حاجة سعرها غالي زي الذهب والفضة والألماظ valuable. لو انت رحت المدرسة وقابلت صاحبك ولقيته لابس ساعة، فانت تقول له wow this watch looks valuable. الساعة دي شكلها غالي قوي، قيمة valuable.
material المواد الخام النوع الثالث منها اللي الفراعنة استخدموه. clay الطين الصلصال. طيب الطين ده كانوا بيجيبوه منين يا مستر؟ كانوا بيجيبوه من نهر النيل. خدت في مادة الدراسات الاجتماعية social studies وخدت في مادة العلوم science ان نهر النيل مليان مض طين. مض طين. مض طين. إذا ممكن تقول على كلمة clay مض الطين. طيب كانوا بيجيبوه من نهر النيل، عشان كده معظم الفراعنة كل بيوتهم كانت جنب نهر النيل عشان يزرعوا من المية وعشان يسقوا النباتات من المية وعشان يستخرجوا منه الطين. close to river banks. close to يعني بالقرب من. close to river bank. إذن المنازل بتاعتهم close to river bank. واحد يقول يا مستر هي كلمة بانك يعني البنك اللي بشتري منه الفلوس؟ لا طبعا. بنك مش البنك اللي بجيب منه الفلوس. بانك هي ضفة النهر. close to جنبه. close to جنبه. close to river bank. close to river bank. glass الزجاج. واحد يقول لي يا مستر هو الفراعنة ancient Egyptian كان عندهم زجاج glass؟ طبعا، بس الزجاج بتاع زمان last forever يستمر لآخر العمر، صعب تكسره. زمان the glass الزجاج الفراعنة كانوا بيصنعوا زجاج last forever. إذا كلمة last معناها يدوم أو يستمر. last forever عاملة زي كلمة last اللي بتستخدمها في الماضي البسيط أو التصريف التاني. last تصريف تاني أنا خلصت. last تصريف تاني أنا خلصت. طيب يبقى نقول مع بعض سريعا. عنوان الوحدة كان اسمه Amazing Artifacts، وكلمة Artifacts يعني قطع أثرية. أول كلمة مهمة معاك في الوحدة. تاني كلمة معاك في الوحدة وهجيلك في القطع والباراجرافز هي Materials المواد الخام. لو واحد سألك في المدرسة What are the materials that the ancient Egyptian used؟ إيه المواد الخام اللي استخدموها؟ هتقول لي 4 حاجات: granite, gold, clay. مستر نسي وكتب كلمة clay متلخبطة. clay اللي هو الطين الصلصال. glass. طيب ايه مميزات الجرانيت؟ قلنا ان هما بنوا بيه الاهرامات. جرانيت اللي هو بالعربي اسمه الجرانيت. اشمعنى الجرانيت؟ because it's hard and durable. طب ليه استخدموا الذهب جولد؟ because it's valuable. طيب جابوا الطين الصلصال clay او مض clay منين؟ close to river Nile. close to river bank مش بنك الفلوس. glass الزجاج last forever يدوم ويستمر طويلا. طيب what's next؟ ايه اللي بعد كده يا مستر؟ اللي بعد كده حاجة مش جديدة قلناها من شوية، ولكن الجمل دي هامة بتجيلك في الامتحانات. ancient Egyptians المصريون القدماء. ancient Egyptians المصريين القدماء. use استخدم يا فيروز. استخدم يا فيروز. المصريين القدماء استخدموا ايه؟ جولد الذهب،
clay الطين، granite الجرانيت. ancient Egyptian used gold استخدموا الذهب في ايه؟ in Tutankhamun's tomb. Tutankhamun's tomb في مقبرة توت عنخ آمون. في مقبرة توت عنخ آمون. in Tutankhamun's tomb. Tutankhamun's tomb. Tutankhamun's. 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 Tutankhamun's tomb. واحد يقول لي مقبرة اسمها توم بس اوعى تنطق حرف البي، ما تقولش تومب. توم. توم. Tutankhamun's tomb. Tutankhamun's tomb. Tutankhamun's tomb. مقبرة توت عنخ آمون. أول ما العلماء فتحوا المقبرة لقوا كميات كبيرة من الذهب gold. Ancient Egyptian used the gold in Tutankhamun's tomb. Ancient Egyptian used the gold in Tutankhamun's tomb. طب تعالى نخش على الطين. Ancient Egyptian used the clay to make pots. قلنا pots خدت السنة اللي فاتت. pots يعني الأواني الفخارية، زي الطاجن اللي ماما بتعمل لك فيه البطاطس أو الفراخ. يا سلام، طاجن بطاطس كده ولا طاجن بامية ومحطوط فيه كده لحمة وفراخ، يا سلام. أنا جوعت، حد يبعت لي كده أي طاجن ولا أي حاجة. to make pots عشان يصنعوا الأواني الفخارية اللي مصنوعة من الصلصال. خدت في سنة 5 إن كلمة to يعني لكي، وبيجي وراها مصدر بدون ing. Ancient Egyptian used clay to make pots لكي يصنعوا الأواني الفخارية. يعني ايه مصدر؟ يعني ما تحطش ing ولا اي حاجة. طيب يبقى كلمة pots يعني أواني. pot جواها بطة. pot أنا ما بحبش البط بس أنا هغنيها بطة رغم أنا بحب الفراخ. to make pots جواها بطة pots. to make pots جواها بطة pots. طيب ancient Egyptians used granite to build the pyramids لكي يبنوا الأهرامات. لاحظ ان كلمة to مهمة جدا. لكي، انا قلت to make ولا to making؟ to make. to build ولا to building؟ to build. ما ضفتش اي حاجة للverb او للفعل بسبب to وراها مصدره. to وراها مصدره بدون إضافة to. طيب ancient Egyptian used the gold in Tutankhamun tomb. Ancient Egyptian used the gold in Tutankhamun's tomb. Ancient Egyptians used the clay to make pots. Ancient Egyptian used the clay to make pots. Ancient Egyptian used the granite to build the pyramids. To build the pyramids. طبعا كلنا عارفين نادي الأهلي ونادي الزمالك بيلعبوا في الدوري المصري. في نادي اسمه نادي بيراميدز. نادي بيراميدز. بيراميدز الأهرامات. وجهة نظري أهم كلمة artifacts قطع أثرية. artifacts. أهم كلمة material material مواد خام. أهم كلمة durable valuable. وما تنساش إن كلمة last معناها يدوم طويلا.
أهم كلمة في وجهة نظري pyramids. pyramids الأهرامات. build يبني. الملك توت عنخ آمون اسمه ايه بالانجليزي؟ توت عنخ آمون؟ no. توتنكامون توتنكامون مستر يعني ايه كلمة توتنكامون مقبرة. طيب احنا كده قربنا نخلص الدرس، وبفكركم ان اهم فقرة في الحلقة هي فقرة البورد، السبورة، عشان بعد ما نخش على الكتاب نعيد الكلام ده تاني بس من جوه الكتاب. ركز معايا. السؤال اللي انا سألته لكم في اول الحلقة: Why do we have so many artifacts؟ ليه احنا عندنا artifacts، آثار وقطع كتيرة عايشة لحد دلوقتي؟ أهم حاجة يعني إيه why؟ لماذا؟ why؟ لماذا؟ Why do we have so many artifacts؟ قلنا يعني إيه artifacts؟ قطع أثرية أو آثار. Why do we have so many artifacts؟ Why do we have so many artifacts؟ Why؟ لماذا القطع الأثرية دي عايشة لحد دلوقتي من 7000 سنة؟ أنا مستغرب يا مستر. قلنا بفضل الطقس الحار. مصر لو طقسها كان زي طقس لندن أو أوروبا كل شوية مطرة، القطع دي ما كانتش هتفضل لحد دلوقتي. The hot الجو حر موت. The hot dry climate. طيب الطقس المصري بقول عليه hot and dry. أما الطقس الأوروبي بقول عليه cold wet يعني مبلل أو رطب. cold برد، wet مبلل كل شوية مطرة، wet ممطر مبلول. طيب ايه السبب؟ لماذا القطع الأثرية دي عايشة لحد دلوقتي؟ السبب اهو، قلنا ان السبب اهو. The climate in Egypt is hot and dry. ما تقولش dry، اسمها dry. لما الدي يجي جنب الار انطق جي يا شطار. dry. The climate in Egypt is hot and dry. The hot dry climate preserve the artifacts. أهم كلمة في الشاشة كلها هي كلمة preserve، يحفظ. The hot dry climate. The hot dry climate. المناخ climate. The hot dry climate. The hot dry climate. المناخ الحار الجاف. preserve، خلي بالك ان الاس نطقتها زد. preserve the artifacts. قلنا ان العنوان الوحدة artifacts اللي هي القطع الايه الأثرية. artifacts. preserve the artifacts. بالله عليك الكلمة دي لازم تجيلك في اختبار المدرسة، ولازم تجيلك في نهاية السنة. لازم preserve يحفظ. التلاجة اللي في البيت وظيفتها ايه؟ preserve the food، بتحافظ على الطعام.
preserve preserve. خلي بالك، واحد يقول لي يا مستر بس السنة اللي فاتت والترم الأول خدنا كلمة يحفظ يعني keep، وأنا غنيتها لكم keep يحافظ على الزبيب، keep يحافظ على الزبيب. keep بتساوي preserve. طيب أول جملتين زي بعض بالظبط. The climate in Egypt is hot and dry. The hot, dry climate preserve the artifacts. طيب the artifacts، بص الكلمة اتكررت كم مرة؟ artifacts. The artifacts aren't damaged. الحمد لله. The artifacts القطع الأثرية. The artifacts القطع الأثرية عنوان الوحدة aren't damaged لم تدمر. aren't damaged لم تدمر. يبقى كلمة damage يدمر. طب ايه السبب انها ما اتدمرتش؟ The cold wet climate الطقس الأوروبي البارد والمبلل والممطر damage the artifacts هو ده اللي بيدمر القطع الأثرية. ولكن الحمد لله الطقس المصري أو المناخ المصري hot and dry climate. أما الطقس الأوروبي cold wet climate. damage يدمر. عكسها preserve keep يحافظ على الزبيب. يحافظ على الزبيب. خلي بالك ان كلمة keep هناخدها الحصة الجاية ان شاء الله. اخر حاجة معانا في درس النهاردة، اخر حاجة عشان نبدأ قراءة في الكتاب. واحد يقول يا مستر هو احنا لسه يا مستر هنقرأ في الكتاب؟ انت طولت قوي واحنا صدعنا. القراءة في الكتاب هتبقى سريعة لان انا خلاص شرحت على البورد وانت الحمد لله فهمت. طيب عندي مصطلح هتستخدمه اسمه is made of are made of. المصطلح ده معناه يصنع من. بس is made of يصنع من، are made of يصنع من. is made of يصنع من. are made of يصنع من. أيوة is made of يصنع من. أيوة are made of يصنع من. ولكن is made of للمفرد، أما are made of للجمع. is للمفرد يا عز، are للجمع يا شطار. is للمفرد يا عز، are للجمع يا شطار. a pyramid الهرم الواحد. pyramid الهرم الواحد ماله؟ is made of granite يصنع من الجرانيت. pyramids الثلاث أهرامات الجمع are made of granite تصنع من الجرانيت. طيب الجاكيت ده مفرد ولا جمع؟ طبعا هو مفرد، فهقول a jacket is made of cotton مصنوع من القطن. a jacket is made of cotton. a watch الساعة is made of plastic. a window الشباك is made of wood مصنوع من الخشب. this ring هذه الدبلة. this ring هذه الدبلة is made of silver مصنوعة من الفضة، ودي هناخدها الحصة الجاية إن شاء الله.
is made of يصنع من، are made of يصنع من. طيب النهارده هاي مستر فلاح، هاي مستر فلاح، شكرا، ازيك يا مستر فلاح. طيب النهارده العنوان خدناه، بص بقى اللي هنشرحه من الدرس هو اللي احنا خدناه. Amazing artifacts. Amazing artifacts. قطع أثرية رائعة. Amazing artifacts. طيب الدرس الأولاني A visit to the museum. A visit to the museum. زيارة إلى المتحف. زي ما انت شايف النهارده الولد اللي اسمه تامر واخته اللي اسمها تمارا، تامر وتمارا ومعاهم مستر طارق هو المرشد بتاعهم النهارده. المرشد اللي اسمه طارق او الاستاذ طارق مستر طارق شغال جايد، مرشد سياحي. جايد مرشد سياحي هياخد النهارده في رحله مع تامر واخته تمارا. تامر تمارا ومستر طارق هيروحوا المتحف. كل اللي احنا شرحناه عن الذهب والاهرامات والجرانيت كل ده خلاص يعتبر اتقال، وهنشرحه بقى سريعا من الكتاب. ولكن قبل ما اشرح لك، قلنا ان دوت اسمه مستر طارق، شغال ايه؟ شغال جايد، مرشد. بيجي لك سؤال في الامتحان ويقول لك المرشد السياحي جايد وظيفته ايه؟ قول له على فكرة انا واخدها في سنة رابعة من سنتين والمستر فلاح هيفكرها لي لانها بتيجي في امتحان سنة سبتة. المرشد السياحي اسمه جايد. جايد وظيفته ايه؟ اكسبلين يشرح يا حسين. اكسبلين يشرح يا حسين. ووظيفته ايه تاني؟ شو يعرض. شو يعرض، بيعرض المعلومات. اكسبلين يشرح يا حسين. اكسبلين يشرح يا حسين. اكسبلين يشرح يا حسين. شو يعرض. اول ما تلاقي في الامتحان كلمة شو يعرض اكسبلين يشرح يا حسين، الاجابة تبقى جايد، مرشد سياحي. تعال نشوف مستر طارق. مستر طارق بيقول لهم ايه؟ Good morning، صباح الخير. Welcome to، مرحبا. Welcome to، مرحبا. The Museum of Ancient History، مرحبا بيكم في متحف التاريخ القديم. My name is Mr. طارق and I am your guide today، وأنا المرشد بتاعكم اليوم. يبقى أهم كلمة في اللي أنا قريته كلمة guide. guide مرشد سياحي. explain يشرح يا حسين. تعال نشوف تامر رد عليه قال له إيه. Good morning Mr. طارق. I am تامر، اسمي تامر. And this is my sister تمارا، ودي أختي تمارا. We are students، إحنا طلاب. Students جاي من كلمة يذاكر study. study بذاكر وأنا فاضي. study بلعبش في الأراضي. We are students، إحنا طلاب at Egyptian Eagle Primary School، في مدرسة النسر المصري الابتدائية. And these are our parents، ومعايا بابا وماما. طب يا مستر ايه الكلمات المهمة؟ طبعا دي كلمة قديمة خدناها السنة اللي فاتت. students الطلاب. مدرسة ايه المصرية؟ Eagle مدرسة النسر. Eagle ابتدائي. primary. طيب تمارا ردت على المرشد قالت له We are excited to learn more about ancient Egyptian art.
artifacts. طبعا ده العنوان ancient Egyptian artifacts. ancient Egyptians artifacts يعني القطع الأثرية المصرية. تمارا بتقول له we are excited. خدنا في سنة 4 وسنة 5 كلمة excited متحمس، بتيجي في الامتحانات كتير. وخدنا كلمة learn يتعلم. خدنا أغنية في سنة 4 The school is the place where I learn. The school is the place where I learn. المدرسة هي المكان اللي بنتعلم فيه. We are excited to learn more about ancient Egyptian artifacts. احنا متحمسين جايين نتعلم عن القطع الأثرية. طيب قال لهم great عظيم. What would you like to know؟ ماذا تحب أن تعرفوا؟ What would you like to know؟ ماذا تحب أن تعرفوا؟ What would you like to know؟ ماذا تحب أن تعرفوا؟ What would you like to know؟ ماذا تحب أن تعرفوا؟ قالت له well first of all أول حاجة عايزة أعرفها why do we have so many artifacts? Why do we have so many artifacts? السؤال ده اللي المستر الفلاح كان كاتبه. Why do we have so many artifacts? Why؟ لماذا؟ Why؟ لماذا؟ دي أهم كلمة. والعنوان artifacts. لماذا نمتلك قطع أثرية كتير وما باظتش ليه لحد دلوقتي؟ طبعا هيكلمها عن المناخ زي ما احنا اتفقنا. عندي كلمة مناخ climate 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 climate. عندي كلمة يحفظ preserve preserve يحفظ. عندي كلمة material مواد خام، كل ده اتشرح. material مواد خام. عندي كلمة متين durable durable. عندي كلمة hard ناشف زي الأرض. عندي كلمة granite الجرانيت الجرانيت. وعندي آخر كلمة مهمة هي كلمة aren't damaged لا يتم تدميرها. قال لها ايه؟ That's an interesting question. ده سؤال رائع منك يا تمارا. One reason أول سبب is the climate المناخ. We have a hot dry climate here in Egypt. So artifacts aren't damaged by cold and wet weather. قلنا ان الطقس الاوروبي cold بارد wet مبلل وممطر. This help to preserve them. preserve دوت بيحافظ عليهم. The ancient Egyptians also knew that certain materials المواد الخام اللي استخدموها materials could last a long time. قلنا ان كلمة last مش كتير هيفتكر كلمة last يعني ايه في اول الحلقة. تعال افكرك بيها. last يستمر ويدوم. last forever يستمر ويدوم للأبد. طبعا هم كانوا أذكياء في كده. last a long time استمرت وقت طويل. That's why they built the pyramids with granite. عشان كده بنوا الأهرامات بالجرانيت المتين. built بنى pyramids الأهرامات. يا مستر الكلمات دي صعبة. طب تعالى لي كده. أنا قلت لك built the pyramids أهي. build the pyramids build the pyramids التصريف التاني منها built the pyramids with granite.
واحد يقول لي ايه هو الجرانيت ده او الجرانيت؟ الاجابه اهي. Granite is a very hard and durable stone. انا حذرتك، قلت لك الكلمه ديت في الامتحان جايه. durable متين. اما الذهب قلت عليه valuable ثمين وقيم. durable valuable. بحذر تاني ان الكلمه دي في الامتحان preserve يحافظ عليها. طيب رد عليه تامر قال له That's fascinating. كلمة fascinating معناها fantastic رائع. That's fascinating. That's fantastic. What other material did they use? ايه المواد الخام التانية اللي استخدموها؟ material مادة خام. fantastic fascinating fantastic material. ايه المواد الخام اللي استخدموها غير الجرانيت وغير الاهرامات؟ قلنا في اول الشرح they used a lot of glass. استخدموا زجاج كتير. زجاج من اللي بيتكسر؟ لا. which last forever يدوم ويستمر للأبد. they also use clay. استخدموا الطين الصلصال which is found close to the river Nile. قلنا close to جنب أخوه. close to جنب النيل، جنب أخوه. to make pots. قلنا to لكي. to make pots جواها بطة pots لكي يصنع الأواني الفخارية. clay الطين close to the river Nile to make pots. ما تنساش ان كلمة last يدوم ويستمر. last. طيب تامر قال له I also heard they used a lot of gold. قال له كلمنا شوية عن الذهب يا مستر. gold in Tutankhamun's tomb. خدنا ان مقبرة توت عنخ آمون اسمها Tutankhamun's tomb. Tutankhamun tombs. letter B مش بيتنطق. tomb. Tutankhamun's tomb. طيب كلمنا عن الذهب يا مستر. gold. قال له طبعا الذهب yes. the ancient Egyptians like to use gold. كانوا بيحبوا الذهب جدا because it's valuable قيم valuable but it's also very durable. يبقى خلي بالك من الكلمتين دول غنناهم durable valuable قيم ومتين. when they cover artifacts in gold they kept them in good condition. الذهب عشان هو متين بيخلي الحاجة اللي مدهون بيها ذهب في حالة ممتازة. in a good condition يعني في حالة ممتازة. in a good condition في حالة ممتازة مش مكسرة ولا قديمة. in good condition. in good condition. في الآخر تامر شكر وقال له I am happy about that. It's exciting to enjoy the things they made. أنا مبسوط happy ومستمتع جدا enjoy بسبب الحاجات اللي هم صنعوها. وبكده يا حبايب قلبي آسف إن أنا أكون طولت عليكم بس لازم نشرح على السبورة وبعد كده سريعا في الكتاب. يلا بينا بعد ما خلصنا الحلقة انزل الفيديو اللي تحت مع فقرة أهم الكلمات والفيديو اللي بعديه فقرة حل الأسئلة مع الفلاح. باي باي.